السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وأسينات. هل تعلم أخي المسلم الكريم، بعد الصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن أول من ذاع البث المباشر كان هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم أن أول من ذاع البث المباشر قبل التكنولوجيا هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في ليلة الإسراء والمعراج زوي له البيت، بيت المقدس، ووصفه للمشركين زاوية بزاوية وعمودا عمود. فكان أول من ذاع البث المباشر كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة من الغزوات كان يذيع الغزو على الهواء مباشرة على المنبر ويقول: قتل الصحابي فلان فحمل الراية فلان، فقتل فلان فحمل الراية فلان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ذاع البث المباشر. صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والمعلومة دي يا جماعة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكننا نجهل كثيرا ما نقول. فإننا نرى الأقمار الصناعية وهي تذيع مباراة كذا وموقعة كذا وضرب كذا وفعل كذا وكذا وكذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاع معركة من المعارك من الغزوات على الهواء مباشرة للصحابة وهو على المنبر، ووصف للمشركين المسجد الحرام عندما كذبوه بليلة الإسراء والمعراج، ووصف لهم المسجد الحرام عمودا عمودا وزاوية بزاوية، ووصف لهم قبيلة ستصل يوم كذا إن شاء الله، ووصلت في الميعاد. فأول من ذاع البث المباشر كان هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. لتعلم أخي المسلم الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام حقا، وقال أن هذه الأشياء التي نوصفها الآن، أننا نرى في مشارق الأرض ومغاربها معارك وناس بتنضرب وناس بتموت وناس كذا وكذا وكذا، كل ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التكنولوجيا الحديثة وقبل الأقمار الصناعية، عشان تشوف البث المباشر ويشوف المجهود بيتعمل قد ايه وبتصرف عليه مليارات قد ايه علشان انت تشوف البث المباشر. ولكن أول من ذاع البث المباشر على الهواء مباشرة كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. وألتقيكم في معلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش دعوة لإخواتكم في فلسطين. ولو انت وصلت لنهاية الفيديو لا تنسى أن تشجعنا بالاشتراك